اهلا البنات، وش راكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده يا رب العالمين. ان شاء الله ينزل عليكم هذا الفيديو وانتم في اتم الصحه والسعاده يا رب العالمين. رشته تاع المربعات ولا الثريده، كل واحد كيفاش يسميها. بما انه انا قبائليه الاصل نسموها رشته تاع الكاريات ولا رشته المربعات. اي معايا نشوفوا طريقه تحضيري لهذه الوصفه. في كوكوطه درت لي مرسو تاع الدجاج. هذا الرشته تجيب الدجاج احسن. درت بصله كامله كبيره مرحيه مع سنينه تاع الثوم. درت ملح وفلفل الكحل ودرت القزبر والكركم. هذو برك لي زيبيس اللي درت لهم. ومن بعد درت كي بدات تتحمص درت لها زوج حبات تاع طوماطيش مربيين ومغرف طوماطيش مصبره وزدت لها شويه تاع العكري ودرت لها الحميصه وغلقت لها كوكوط وخليتها تطيب. درت القدره تاعي باش تتغلى باش نفور هذا الرشته تاعي ولا الثريده. ودرت جيت لهنا هذه الثريده تاع المحلات تجي رقيقه لي تاعها تجي رقيقه بزاف. على هذه فضلت ندير لها فقط الزيت، ندهنها هكذا ما بين يديا بالزيت ومن بعد نروح نفورها. ما ندير لها والو ولا قطره تاع الماء باش ما تلصقليش هذوك المربعات مع بعضها ونحصل بها وتتعجل لي. درت لها فقط الزيت ندهنها مليح ونجي نفورها التفويره الاولى. نخليها حتى تاخذ تقريبا 20 دقيقه وهي تفور. غطيتها درت لها غطيه من الفوق وخليتها حتى فارت مده 20 دقيقه. ومن بعد جبتها لهنايا نحيتها درتها في القصعه. درت لها شويه تاع الملح وبديت نرش بهذه الطريقه. الماء نشرب فيها غير بالعقل باه هذوك الوريقات تاعها ما يلصقوليش والثريده تاعي تجي مزربعه ولا الرشته تاعي تجي مزربعه. كاين اللي يخدمها في الدار كيما حنايا نخدموها في الدار، لكن ما عنديش هذا المده. ولكن نوعدكم بفيديو مفصل باش نخدم هذا الرشته ولا هذه الثريده في المنزل ان شاء الله يا ربي. ونزلوا على قناتي. بالمناسبه ما تنساوش تزوروا القناه تاعي وديروا لي جام وديروا لي تعليق باش يطلعوا الوصفات تاعي ويلحقوكم. قلت لكم كنت هنايا شمختها غير بشويه تاع الماء تقريبا كاس. انا درت هنا رطل تاع الثريده ولا رطل تاع الرشته. ومن بعد بديت مره غطيتها كي شمختها غطيتها مره نجي لهنا ونقلبها بهذه الطريقه ما نخليهاش على طبقه واحده ونخليها مده اللي خليتها تقريبا 20 دقيقه ولا ربع ساعه وشويه. تقريبا نصف ساعه تقريبا واحد النصف ساعه هكذا كل 20 دقيقه. ومن ذاك نجي نحركها ونغطيها ونخليها حتى تشرب مليح هذاك الماء اللي كنت درتو لها. ومن بعد ندير لها التفويره الثانيه. دهنتها بشويه تاع الزيت عفوا من قبل. ومن بعد جيت درت لها التفويره الثانيه. التفويره الثانيه كيف خليتها تقريبا 20 دقيقه وهي تفور. من جهه كانت المرقه تاعي طابت وطفيت عليها والدجاج هذا كنت حمرته بشويه تاع الزبده. التفويره الثانيه كي نحطها ندير لها مغرف تاع المارغري تاع السمن عفوا السمن يكون عنده واحد الرائحه يعني هايله في الاكلات التقليديه تاعنا. ومن بعد شديت هذيك لاصوص اللي كان طاب فيها الدجاج وبديت نشرب بهذه الطريقه. كانت لاصوص تاعي ولا المرقه تاعي كانت سخونه والرشته تاعي كانت سخونه غير ما اللي خرجتها غير ما اللي حطيتها من الكسكاس. شوفوا الطريقه هذه تجيكم ناجحه 100% وما تلصق لكمش. والرشته تاع المحلات اللي تفوروها بكل حذر يعني تلصق لكم ولا تتعجن لكم. على هذا فضلت بهذه الطريقه رايحه تجيكم مزربعه وتجيكم مشربه هذيك لاصوص وطيب لكم ضربه واحده. قلت لكم انا تفورتها زوج تفويرات طابت لي ما شاء الله. شربتها بهذيك لاصوص تقريبا بول تاع الشوربه اللي درت لها. ومن بعد كي سويتها بهذه الطريقه شوفوا كيفاش سويتها مليح. ومن بعد زدت سقيتها من الفوق تقريبا قلت لكم بول وشويه تاع لاصوص اللي درت لها. هذاك لاصوص تاعي وكنت خليت شويه تاع لاصوص. انا ديما نقاردي شويه تاع لاصوص نحب كي تشرب لي كامل ولا نجي نسقي نحب نضيف شويه تاع لاصوص من الفوق ونبدا ناكل. غطيتها مليح بشويه بالطرشونه وخليتها تقريبا 20 دقيقه ايضا حتى شربت مليح هذيك لاصوص شربت وحسيت لها تزت تنفخت كبرت هذيك. شوفوا كيفاش زكات هذه الرشته تاعي. ومن بعد حركتها بهذه الطريقه. ومن بعد جيت هنايا باش نسقي. شوفوا انا كنت خليت شويه تاع لاصوص بجيح قلت اونكا زعما تعاود تحتاج رشته تاعي لاصوص نزيد نسخنها ونشرب لها لاصوص. لقيتها ماهيش محتاجه طابت ما شاء الله على حبه وحده.
وشربت هذيك لاصوص تاعها وجات بنينه. جربوها بهذه الطريقه بهذه الوصفه باذن الله حتنجحوا فيها وتشكروني بالبزاف. عاودوا لي برك وكتبوا لي في التعاليق بلي راكم جربتوها نجحت معاكم هذه الطريقه. حطيتها في الصحن وزينتها، حطيت فوق هذاك المرصوص تاع الدجاج وزينتها بالحميصه تاعها من الفوق. وقلت لكم كنت خليت انايا شويه تاع لاصوص كوتي باش كي نجي ناكل نزيد نشربها، نحب نشربها بلاصوص نزيد نشربها بلاصوص. هذه هي الرشته تاع الكاريات بالنسبه لنهار اليوم، ولا الثريده كيما حبيتوا سموها. قلت لكم هذه شويه كبيره على الثريده المعروفه. جربوها، ديروا حفظ للوصفه، ديروا لي تعليق، ديروا لي جام للقناه تاعي باش يصلكم كل جديد ويطلع لي القنوات، تطلع لي القناه تاعي. زوروني على التيك توك، زوروني على الانستغرام، ايضا ننزل وصفات ثم. واللي يحتاجتني تكتب لي تعليق او تزورني في القناه تاع عفوا في انستغرام ولا التيك توك وتبعث لي. وسلام.